هو انت بجد هترمي البنطلون الجينز القديم عشان قدم منك؟ طب تعالي بقى هنعمل 6 افكار جديدة هنطلع منها احلى شغل، وخاصة اخر فكرة هتبهرك. بس قبل ما نبدأ، لو انت لغاية دلوقتي مش متابعاني يبقى انت بجد فايتك كتير. لو انت بتحب النوع ده من المحتوى يبقى تابعيني عشان يوصلك كل الجديد. يلا بينا. الفكرة الأولى، هنجيب قطعة من الجينز على مقاس الأجندة ونلزقه عليها، ونيجي نجيب بقى الجيب بتاع البنطلون الجينز وجزء من القمر وتلزقيه بالشكل اللي انت شايفاه الشيك والمميز ده عشان تحطي فيه الأقلام. الفكرة التانية، هتقصي قطع مربعة من الجينز بالشكل ده، بس يا ريت تجيبيها من ألوان مختلفة هتبقى أجمل بكتير، وهنخيطهم مع بعض كده، وبكده عملنا كفر مودرن لخدادية الانتريه. الفكرة التالتة، هتقصي أرجل البنطلون شرايط طويلة ونضفرهم بالشكل ده، وهنلف الضفاير كده بشكل حلزوني ونخيطهم، وعملنا أشيك دواسة ومتينة وتقدري تحطيها على باب شقتك. أما الفكرة الرابعة، هتجيبي لو عندك بنطلون جينز واسع أو وايد ليج مش عايزاه، ممكن تقصي الأرجل وتستخدميه تلبيسة لقصيص الزرع، هيديكي شكل مودرن تحفة. جربيها هتعجبك جدا. الفكرة الخامسة، تقدري تجيبي شرايط الجينز الرفيعة وتستخدميها منظم للأسلاك، قصيها كده والزقي على الطرف لزق سكوتش أو كبسولة، وبكده اترحمتي من كعبلة الأسلاك. أما الفكرة السادسة والأخيرة، ركزي معايا، هتجيبي نعل شبشب قديم وتقيسيه على الجينز وتخيطيه بالشكل ده على النعل، وبعدين هتجيبي قماشة جينز عريضة هنخيطها بالشكل ده لوش الشبشب بمسدس شمع، وكده حصلتي على شبشب جينز شكله شيك ورائع. يا ريت تقولي في الكومنت ايه اكتر فكرة عجبتك وعاوز تجربها، احب اسمع رأيكم.